هل حكيم زياش يكره أن يلعب للمغرب؟ وماذا يحدث في غرفة الملابس المنتخب المغربي؟ كانت والدته تبكي كل يوم بسبب أفعاله الغريبة. طرد من مدرسته وأصبح مهدداً أن يكون مشرداً. توقع الجميع إن له مستقبلاً عظيم، لكن شخصاً غير متوقع قام بتغيير حياة ذلك الشاب وتحول إلى أشهر وأنجح النجوم العرب. كان زياش ينتمي إلى عائلة مغربية مهاجرة تعيش في دولة هولندا. كان عائلته فقيرة الحال، وكان والده العجوز يعاني للإنفاق على الأسرة، حيث كان لدى زياش أكثر من 9 أشقاء أكبر منه. بدأ يكبر زياش وهو يشعر بالأمان في وجود والده الذي كان يحبه للغاية. لكن للأسف عندما وصل إلى عامه العاشر حدثت الكارثة الغير متوقعة، حيث أصبح والده مريضا جدا، وفشل الأطباء في علاجه وإنقاذ حياته، حيث توفي أبوه تاركا زوجته وأبناءه 10 دون شخص ينفق عليهم تعرضا. حينها زياش لصدمة نفسية، وكان دوما طفلا حزينا ومكتئب. استغل أصدقاءه الفاسدين ذلك الأمر وجعلوه يذهب للطريق الخاطئ، فكان لا يوجد أب يراقبه، وأمه كانت مشغولة برعاية إخوته 9 بمفردها، كما أن إخوته كانوا يعملون طيلة اليوم لكي يساعدوا والدتهم في المصاريف. البيت كل تلك الأسباب وعدم وجود أحد ينصحه جعلته فريسة سهلة للضياع، فقد بدأ بتدخين السجائر في سن مبكر بسبب أصدقائه الفاسدين. بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح لا يهتم بالدراسة على الإطلاق، فرغم أنه كان طالبا ملتزما في الماضي لكن درجاته صارت سيئة للغاية. كما كان كثير الغياب عن المدرسة، وفي النهاية توقف عن الحضور تماما. لذلك اضطرت إدارة المدرسة إلى طرده في النهاية بسبب غيابه المستمر. وللأسف فقد لاحظت والدته تلك التغيرات على ابنها في وقت متأخر جدا، فقد ذهب بالفعل إلى طريق لا عودة، وكان لا يستمع أبدا إلى نصائحها. كانت تبكي على حاله كل يوم وتدعو الله أن تحدث معجزة ليستعيد صوابه، وبالفعل تم استجابة دعائها، وتعرض ابنها لحادثة غريبة غيرت حياته فرغم فساده، لكنه كان يعشق كرة القدم ويلعب في نادي هولندي مغمور. لاحظ ذلك النادي أن زياش سلوكه عنيف وغير مهذب مع زملائه بالفريق، حيث كان كثير مشاكل، وحتى مدربه كان يشتكي منه دوما. في العادة كان النادي سيأخذ قرارا بطرده، لكن كان زياش مراهق موهوب للغاية، لذلك خاف النادي أن يخسره، فبدلا من طرده خطرت لهم فكرة عبقرية من أجل الحفاظ عليه وتهذيبه، فقد تواصلوا مع لاعب مغربي معتزل كان يلعب في هولندا يدعى عزيز. أخبروه بقصة الفتى زياش، وحينها وافق عزيز على تولي مسؤوليته، فقد أدرك أن مشكلة ذلك الشاب هو عدم وجود شخصية المرشد في حياته. تحدث عزيز معه حديث أبوي وأعطاه العديد من النصائح، كما وعد والدة زياش وأقسم لها أنه سيجعل ابنها صالحا من جديد. وبالفعل أصبح يشرف على تدريبه بنفسه ويراقب مواعيد عودته للمنزل، وبعد عدة أشهر ساعده في قطع علاقته مع أصدقائه الفاسدين. كما ابتعد زياش عن الممنوعات والسجائر إلى الأبد. منذ ذلك الحين أصبح يركز فقط على كرة القدم، وأعطاه النادي فرصة ثانية وأخيرة. استغل زياش تلك الفرصة وتألق بشكل أذهل. جميع المدربين أداؤه العظيم جعل العديد من الأندية تتنافس لأجل الحصول على خدماته، حيث احترف في نادي أياكس الهولندي، بعدها في تشيلسي الإنجليزي. كما وصلت ثروته إلى أكثر من 15 مليون يورو. عرضت عليه هولندا أن يمثل منتخبها في البطولات الدولية، لكنه رفض ذلك، حيث اختار منتخب وطنه الأصلي المغرب، وكان غير نادم على ذلك القرار، فقد حقق المجد مع الأسود ووصل لأدوار متقدمة في كأس العالم. ورغم كل تلك الإنجازات لكنه يرى أن والدته هي سبب نجاحه الرئيسي، وليس هو، حيث يفتخر بها بكل مكان، وأخذها في حفل أفضل لاعب شاب بهولندا. فعندما أستلم الجائزة جعلها تصعد بجانبه إلى المسرح وشكرها أمام الجميع. أمي هي البطل الحقيقي وليس أنا، ولولاها لما وقفت اليوم أمامكم.